تستهل بطولة كأس العرب في قطر إحدى أبرز مباريات الجولة الأولى بالنسبة للجمهور المغربي، حيث يبدأ المنتخب المغربي مشواره بمواجهة منتخب جزر القمر، مباراة ينظر إليها على الورق باعتبارها مواجهة متوازنة، لكنها تحمل في خلفيتها الكثير من التفاصيل التي تجعلها أبعد ما تكون عن كونها مباراة سهلة. المنتخب المغربي يدخل هذه النسخة بقيادة المدرب طارق السكتيوي، الذي يتولى مهمة الإشراف على المنتخب المحلي، وهو المدرب الذي قاد المنتخب في النسخة الماضية من البطولة حين توج المغرب باللقب بعد أداء لافت، ما رفع سقف التوقعات بشكل كبير قبل انطلاق هذه النسخة الجديدة. السكتيوي اليوم أمام اختبار مختلف، مجموعة جديدة وجيل مختلف من اللاعبين وظروف فنية تحتم مزيدا من التركيز والانضباط التكتيكي. وعلى الرغم من أن مواجهة جزر القمر تبدو افتتاحية هادئة، إلا أن السكتيوي وجهازه الفني يدركون تماما أهمية التعامل معها بجدية كاملة. فمنتخب جزر القمر قدم في الأيام الماضية مثالا واضحا على قدرته على قلب المعطيات، بعد أن فاجأ منتخب اليمن ونجح في العودة بالنتيجة، ما أثار انتباه المتابعين ودق جرس التنبيه لجميع المنتخبات المشاركة. وفي السياق ذاته تشير المؤشرات الأولية إلى أن السكتيوي سيعتمد على تشكيلة تمنح اللاعبين حرية أكبر في التحرك مقابل التزام واضح في التغطية الدفاعية. فالهدف من اللقاء الافتتاحي ليس فقط تحقيق نتيجة إيجابية، بل بناء قاعدة فنية ونفسية قبل دخول غمار البطولة بشكل فعلي. الصحافة العربية والغربية تابعت خلال الأيام الماضية استعدادات المنتخب المغربي، وحديثها انصب على سؤال واحد: هل سيتمكن المنتخب من تقديم أداء مشابه للنسخة الماضية التي انتهت بتتويجه باللقب؟ وهل يستطيع السكتيوي رغم التغييرات في الأسماء أن يعيد رسم نفس المسار الناجح؟ هذه الأسئلة تبقى مفتوحة، ومباراة جزر القمر ستكون أول اختبار للإجابة عنها. اختبار سيكشف الكثير عن مستوى التحضير وطبيعة الخيارات التكتيكية وطريقة تعامل المدرب مع التفاصيل الصغيرة التي قد تصنع الفارق في مباريات قصيرة المدى مثل هذه البطولة. قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة كأس العرب، أعلن المدرب طارق السكتيوي عن لائحة اللاعبين الذين تم اختيارهم لتمثيل المنتخب المغربي. لائحة أثارت الكثير من الاهتمام، ليس فقط بسبب الأسماء الكبيرة التي تضمها، ولكن بسبب التوازن الواضح بين الخبرة والعناصر الشابة التي تعتبر مستقبل الكرة المغربية. أولى الأسماء التي برزت بقوة في القائمة هو اللاعب عبد الرزاق حمد الله، مهاجم مخضرم يمتلك سجلا تهديفيا استثنائيا وخبرة واسعة في الملاعب العربية والآسيوية. وجوده في اللائحة لم يكن خطوة مفاجئة، فالمنتخب في حاجة إلى لاعب قادر على إنهاء الهجمات وتحويل أنصاف الفرص إلى أهداف. ولأن البطولة قصيرة ولا تحتمل إضاعة النقاط، فإن لاعبا بإمكانيات حمد الله يعتبر ورقة مهمة في الخط الأمامي. إلى جانب عنصر الخبرة يظهر اسم يوسف مهري، لاعب الوسط الذي أثبت في المواسم الأخيرة أنه واحد من أفضل المواهب الصاعدة في الدوري المغربي. مهري يتميز بمرونته التكتيكية وقدرته على اللعب في أكثر من مركز داخل الوسط، إضافة إلى امتلاكه رؤية مميزة في التمرير وتنظيم الهجمات. السكتيوي يعتمد عليه كعنصر يربط بين الدفاع والهجوم ويضخ الحيوية في وسط الميدان، بما يتناسب مع أسلوب المنتخب القائم على السيطرة وبناء اللعب. وفي الخط ذاته يبرز اللاعب وليد الكرتي، لاعب وسط يعرف جيدا كيف يوازن بين الجانبين الدفاعي والهجومي، ويملك خبرة طويلة في المنافسات القارية والعربية. اختياره يعكس رغبة الجهاز الفني في الاعتماد على عناصر قادرة على قراءة اللعب تحت الضغط وضبط إيقاع المباراة في لحظاتها الحرجة. أما دفاعيا فقد وجه السكتيوي الدعوة للمدافع سفيان بوفتيني، مدافع يتميز بقوة بدنية واضحة وإجادة للكرات الهوائية، إضافة إلى قدرة عالية على التمركز. وجوده في الخط الخلفي يساعد المنتخب على التعامل مع الهجمات المرتدة التي يعتمد عليها منتخب جزر القمر بشكل كبير، وهو ما يجعل دوره محوريا في هذه البطولة. وبالنظر إلى الفوارق الفنية بين لاعبي المغرب ولاعبي جزر القمر، يظهر اختلاف واضح في طبيعة التكوين والمستوى التنافسي. فاللاعب المغربي قادم من دوري قوي يعتمد على السرعة، الاحتكاك والانضباط التكتيكي، وهو ما يمنحه خبرة أكبر في التعامل مع المباريات الصعبة، بينما يعتمد لاعب جزر القمر على السرعة الفردية والطابع البدني واللعب المباشر نحو المرمى، وهو أسلوب قد يشكل خطرا في حال غياب التركيز. الخبرة المغربية في خط الوسط
والانسجام بين لاعبي الدفاع، إضافة إلى قوة الهجوم بقيادة الأسماء التي تم استدعاؤها، تمنح المنتخب أفضلية تكتيكية واضحة، لكنها لا تعني أن المباراة ستكون سهلة. فمنتخب جزر القمر سبق أن قدم أداء قويا في مبارياته الأخيرة، وأثبت أنه قادر على قلب الموازين حين يجد المساحات. التقرير هنا يسلط الضوء على أن اختيارات السكتوي لم تكن عشوائية، بل مبنية على دراسة وقراءة لمتطلبات البطولة. فوجود لاعبين يجمعون بين الخبرة والحماس وبين القوة البدنية والوعي التكتيكي يمنح المنتخب المغربي خيارات متعددة داخل الملعب، ويعزز من قدرته على التحكم في نسق المباريات. بهذا الشكل تدخل العناصر المختارة أولى مباريات البطولة، وهي تحمل مسؤولية كبيرة، وتدرك أن الجماهير تنتظر منها أداء يعكس قيمة اللاعب المحلي وقدرته على المنافسة في بطولة تجمع مدارس كروية مختلفة. ومع اقتراب لحظات المواجهة تبرز ردود فعل الجمهور كجزء أساسي من المشهد العام قبل انطلاق البطولة. فالمتابعون يترقبون هذه المباراة الأولى بين المغرب وجزر القمر بنظرة تجمع بين الحذر والفضول. البعض يرى أن المنتخب المغربي يمتلك الأفضلية الفنية نظرا لجودة الأسماء التي تم استدعاؤها والانسجام الواضح داخل المجموعة. يؤكد جزء آخر من المتابعين أن كرة القدم لا تحسم بالأسماء فقط، وأن منتخب جزر القمر أثبت في أكثر من مناسبة قدرته على قلب المعطيات، ما يجعل هذه المباراة اختبارا حقيقيا لمدى جاهزية المنتخب المغربي في أول ظهور له بالبطولة. وإذا كان السؤال الذي يتردد بين المشاهدين اليوم هو: من يملك الحظوظ الأكبر للفوز بهذه المباراة؟ فإن الإجابة الصحفية المحايدة تشير إلى أن المنتخب الأقدر على التحكم في التفاصيل الصغيرة وعلى فرض إيقاعه منذ البداية سيكون الأقرب لانتزاع النقاط الأولى. فاللقاء لا يتعلق فقط بالمستوى، بل بالتركيز والجاهزية الذهنية والقدرة على التعامل مع ضغط المباراة الافتتاحية. أما عن السؤال الأكبر: من يستطيع الفوز بكأس العرب هذا العام؟ فالترشيحات تبقى مفتوحة أمام عدة منتخبات، من بينها المغرب الذي يمتلك مجموعة متكاملة تجمع بين الخبرة والشباب، لكن الطريق نحو اللقب يمر عبر احترام كل خصم والتعامل مع كل مباراة على أنها نهائي صغير. فالمنتخب الذي سيبقى أكثر استقراراً وأقل ارتكاباً للأخطاء والأقدر على الحفاظ على نسق ثابت طوال البطولة سيكون الأقرب لمعانقة الكأس في النهاية. إذا أعجبكم هذا الريبورتاج ما تنسوش تديروا لايك وتشتركوا، فالقناة